السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بصراحة ده اول فيديو ليا على اليوتيوب. لسه عاملة القناة، فاتمنى منكم الاشتراك والدعم، عشان بصراحة انا عندي هدف من القناة، فاتمنى منكم الدعم والاشتراك. مشتركش في القناة يشترك. بصراحة انا هنا هعمل معاكم طريقة سمك مختلفة شوية. انا هنا كنت حطيت السمك يفك في المية، كنت مطلعاه وزي ما انتوا شايفين حطيته عشان يفك. وهنا كنت بعمل بصل عشان بعمل رز بصل جنب السمك كده، بيكون طعمه حلو خالص. فهنا كنت بحط البصل بقطعه وبحطه في الماكينة دي. على فكرة ان الماكينة دي عملية جدا جدا جدا، انا تقريبا بستعملها في كل حاجة بحبها خالص. بتنعم البصل وبتعمل معاكي كل حاجة. بحب اعمل فيها، مبحبش الكبة اللي بالكهربا، انا بحب دي اكتر بصراحة. انا هنا كنت حطيت شوية زيت كده في الحلة، وكنت بعمل البصل عشان يتكرمل. انا هنا كنت بقلبه بالمعلقة دي كده. طبعا لازم في الحلة التيفال او سوري، او الجرانيت او السيراميك، تستعملوا معاها المعالق السيليكون او المعالق الخشب. بصراحة انا بفضل الاتنين دول، لأ اي معلقة تانية بتبوظ معاكي المواعين وكده. هنا كنت بحط كام واحدة حبهان كده، بيخلوا طعم الرز وريحته تحفة، بينكهوا يعني. وهنا كنت بحب احط الملح في الاول. طبعا الملح ممكن تحطيه زيادة، ممكن تحطيه بسيط، ده طبعا حسب رغبتك في الملح. هنا كنت قلبته كده. طبعا انا بسيب البصل لما يتكرمل، يعني ما بحطش المية على طول. هنا بتسيبيه يتكرمل كده لما بيكون لونه بني كده، عشان يخلي الرز ريحته ولونه يكون حلو. طبعا يا جماعة انا اول مرة اعمل قناة، فاعذروني لو اتلخبطت في اي حاجة في كلامي او في اي حاجة تانية. بصراحة يعني حاسة بشوية توتر. الموضوع مش سهل بالنسبة لي. اول مرة اعمل قناة وكلام من ده، فمش سهل. فاتمنى منكم الدعم والاشتراك، واللي ما اشتركش يشترك في القناة. طبعا فضلا منكم وليس امرا. وان شاء الله خير، يعني انا ان شاء الله خير، متفائلة خير ان شاء الله. هنا كنت بحاول اقلب البصل كده، بفضل اقلب فيه. طبعا انا مش بسيبه، بفضل اقلب فيه عشان ما يتحرقش من ناحية ومن ناحية تانية، يعني ما يكونش لسه واخد اللون. عايزاه كله يكون لون واحد، يعني مش عايزة واحد يكون لونه غامق وشوية يكون لونهم فاتحين. فهفضل اقلب فيهم كده على طول لحد لما يكون لونهم موحد، يعني زي بعضه، اللي هو كده تقريبا خلاص كان داخل على مرحلة الكراميل بتاعته. المعلقة السيليكون كانت كبيرة، فحبيت اني اجيب معلقة خشب كده صغيرة عشان استعمل بيها اكتر، تكون مريحة وتكون سهلة معايا في التقليب. حتى انتوا لو واخدين بالكم الحلة كل شوية كانت بتتحرك من على النار. وطبعا انا كنت هنا مهدية النار خالص عشان البصل كان خلاص داخل في مرحلة الكراميل بتاعته، فما كنتش عايزاه يتحرق مني، كنت عايزاه لونه يكون لونه كويس كده، ولونه كله زي بعضه، وما يكونش حبة محروقين وحبة مش واخدين اللون. كنت عايزاه كله يكون لون اصفر كده. هنا كنت خلاص هو داخل على المرحلة خلاص، فكنت بفضل اني اسيبه شوية واقلبه، اسيبه شوية واقلبه، يعني مش اني اقلبه على طول ولا اني اسيبه على طول يعني. طبعا انا يمكن في كلام ليا مش واخدة بالي منه بصراحة، بغلط فيه او حاجة، بس زي ما انا قلتلكوا ده اول
اول فيديو ليا على اليوتيوب واول مرة اعمل قناة، فالحوار بالنسبالي صعب شوية وبصراحة متوترة جدا. معرفش مش متعودة، فالموضوع بالنسبالي مش سهل، فاعذروني. متأسفة جدا لو اتلخبطت في اي حاجة يعني. هنا خلاص هو كان كده المرحلة بتاعته خلاص، هي كده خلاص يعني. انا بحب اللون ده كده، بس كنت قلت هقلبه شوية كمان كده عشان لما احط المية يكون لونه كله يعني لونه حلو كده. هنا كنت بوريكم زي ما انتم شايفين كده اللون اللي انا عايزاه. هنا كنت حطيت المية، كنت طبعا مجهزة مية، كوبايتين مية، فحطيتهم وبقلب كده بس تقليبة وبرجع اغطي عليه وخلاص. هنا بعد ما كان غلي، طبعا انا كنت بقلب بالمعلقة دي بس ما كنتش بوصلها للحلة من تحت، انا بس كنت بوريكم اللون بتاع المية بتاعة الرز بعد ما غليت في البصل كانت لونها ازاي. هنا كنت الرز ده كنت غسلاه ونقعاه، يعني كنت غسلاه وسايباه يتصفى كده كويس، وبعد ما يتصفى كنت عندي لما المية غليت فروحت حاطة الرز على طول. تنزلي بقى بالرز كده اللي هو انتي تحطيه بقى على المية خلاص، تقلبي بقى تقليبة، وبعد كده خلاص هو كده ميته مظبوطة. ما كانش عايز مية ولا اي حاجة خالص، وكان طعمه وريحته وهم بصراحة. هنا كنت اعمل معاكم السلطة، فجبت الفلانشة دي وحطيتها، كنت بقطع عليها، بحاول ان اقطع عليها، بس بصراحة انا ما بحبهاش في التقطيع بصراحة، فما كنتش مرتاحة فيها، فعشان كده كملت السلطة بعدين يعني. خدتها وكملتها بعدين. دي خلطة انا كنت عاملاها للسمك. طبعا هعمل معاكم طريقة سمك جديدة خالص هتعجبكم. بسمك بصينية بطاطس، بصراحة كان طعمها حكاية وريحتها كانت وهم. فهنا انا كنت عامله لها خلطة. الخلطة دي عبارة عن شبت وبقدونس، بهارات سمك، حباية طماطم صغيرة خالص، وفلفل وفص توم. انا ما بحبش اكتر توم في اي اكل، لان بصراحة عندي عندي بيتعب من التوم في الاكل. هنا طبعا انا كنت منضفة السمك ده، كنت منضفاه خالص، يعني كنت منضفاه من جوه ومنضفاه خالص، حتى النغشيش بتاعة الراس من جوه كنت شايلاها. يعني ما تفكروش ان انا سايباه كده، بس انا سايباه من بره، الراس بتاعته كده من بره بس عشان تدي منظر في الاكل مش اكتر. طبعا هنا كنت حشيت السمك تبلته من جوه. وهنا هعمل البطاطس، حباية بطاطس صغيرة مش كتير، كنت مقطعاها شرايح وبصل شرايح، وكمان كنت عاملة فلفل شرايح اللي هي حلقات كده كله زي بعضه. هنا لقيت عندي جزرتين فروحت عاملاهم معاهم كمان، قلت يلا مش مشكلة كده كده هتعمل لها طعم حلو. معلش اسفة يعني اعذروني قلتلكوا. اصلا انا كده كده تعبانة اليومين دول شوية، مش قادرة بصراحة اتكلم. المهم كده كنت بحاول اخد من التتبيلة اللي انا كنت عاملاها للسمك وحشيها بيه من جوه. قلت بقى اخد كام واحدة معلقة كده احطها عليه تنكهلي الميكس ده مع بعضه، الخضار مع نوع التوابل بتاعته. بصراحة لسه حمزة بيصحى اصلا. هنا كنت خلاص رصيت السمك وكنت بحط عليه التتبيلة، فاللي هو كده كده كنت بحط التاتش الاخير يعني. قلت بقى ايه هو كده ما كانش مظبوط اوي على السمك، فقلت اظبطه بايدي. طبعا انا غسله ايدي كويس خالص قبل لما بعمل اي حاجه في الاكل، فلازم الواحد يغسل ايده كويس.
هنا كنت خلاص حطيته على النار، كنت حاطاه على البوتاجاز، قلت بقى اولع عليه بس على نار هادية. وهنا الرز كان شكله تحفة بصراحة، قلت اقلبه معاكم كده. انتوا شايفين يعني انا ما حطيتش مية ولا اي حاجة، هو اللي انا عملته معاكم طلع مظبوط. وده شكل السمك بعد لما طلع من الفرن، وده السلطة اللي انا عملتها، وده الرز. اتفضلوا معايا يا حبايب قلبي.